زي ما عبد الله قدم لي، انا برودكت سبيشالست في شركه لوناتوس. انا اشتغلت من انا الاول انا خريج جي سي، انا من المنوفيه، انا جنبكم يعني قريب، نعتبر جيران يعني. انا خريج جي سي. اول ما اشتغلت طبعا زي كل طلبه الصيدله الحاجات دي انت بتمر عليها. اول حاجه طبعا انت لازم بتنزل بتشتغل في صيدليه كوميونتي فارماسي. اشتغلت في كوميونتي فارماسي دي، وكانت واحده فعلا من الحاجات اللي انا اتعلمت فيها. اشتغلت شويه في العزبي في جنينه مول في مدينه نصر. بعد كده بدات الكارير بتاع شركات الادويه، وكنت عملت انا ومجموعه من اصحابي شركه للتوزيع. كنا لسه طبعا زي ما بيقولوا جرين قوي كده، واحنا لسه في الاول متحمسين كده ان احنا نبدا شغل بتاعنا والبيزنس بتاعنا. شركه توزيع بتاعه مستحضرات تجميل. بعد ما كنا وقفنا في الصيدليه شويه عرفنا الحاجات اللي بتشتغل الحاجات اللي ما بتشتغلش. بعد كده اتجهت خالص طبعا بقى لموضوع شركات الادويه. انا اشتغلت في جالاكسو، اشتغلت في ميرك، وحاليا انا في لوناتوس. لوناتوس الاسم غريب شويه، بس هي تعتبر اكبر شركه ثيرد بارتي بالنسبه للشركات. ثيرد بارتي بتاعت الشركات دي انت ممكن يعني لسه الموضوع مش منتشر قوي، بس هو وورلد وايد حاجه معروفه جدا. كل دواء له لايف سايكل معينه، بعد اللايف سايكل بتاعته دي ما تخلص البروفيتابيلتي بتاعته او الفايده بتاعته او المكسب بتاعه بيبدا يقل. ما بيبقاش جايب هم وهم الصرف بتاعه على الماركتنج، هم التشغيل ان احنا نشغل مندوبين، نعمل بروشورز، نصرف عليه، نعمل ايفنتس والحاجات دي كلها. فالشركات بتبدا تعمل له زي ثيرد بارتي، تشوف شركه ثالثه تشغله، والشركه الثانيه تشتغل عليه وتحاول تطلع منه اكبر بروفيت. ده موديول يعني لسه ان شاء الله ان شاء الله يعني يمر عليكم. بس في الاول، بما اننا النهارده احنا بنتكلم على الميديكال ريب، فالميديكال ريب هو جزء من منظومه كبيره جدا. يعني وانتوا لسه طلبه اهو في صيدله او خلصتوا واوريدي بتتدربوا في صيدليه، انا عايزكم تبقوا عارفين حاجه. انتوا جزء من منظومه يعني زي ما بيقولوا ايه، ملياريه، يعني فيها فلوس كتير جدا. فانت لو مفكر ان انت هتدخل بس ميديكال ريب عشان تقبض مرتب اخر الشهر وتمشي، فانت هيبقى عندك مشكله قريب. تمام؟ انت داخل منظومه فيها فلوس كتير قوي وفيها صرف كتير جدا. وفي مثل في مصر احنا بنقول لك مثلا لحد بيجي يفتح مشروع، اللي بيفتح اكل ما بيخسرش. بس لا، اللي بيفتح اكل حاليا بيخسر. اللي بيشتغل في الدواء صح حاليا هو اللي ما بيخسرش. تمام؟ فلو هتسمحوا لي، انا في برزنتيشن صغيره كده هتجاوب على بعض الاسئله اللي عندكم، وبعد كده كان دكتور عبد الله شاكرا باعت لي بعض التوبكس كده يعني اللي كنتوا اتفضلتوا وبعتوها له، فان شاء الله اقدر اجاوب عليها. اللي حابب يسال في اي وقت يتفضل يسال. انا الكاميرا هي مقفوله من عندي، انا مش عارف، او تقريبا هو عبد الله قافلها. لو تحبوا ان انا افتح الكاميرا انا يعني انا جاهز عادي. فخلينا نبدا طب البرزنتيشن. اتفضل يا عبد الله. ثواني، حاضر يا دكتور، أحاول كده خلي حضرتك تقف براحتك يعني، تفتحها. في الفري عايزين تفتحوها افتحوها، موضوع بسيط. البرزنتيشن باين عندكم كده؟ عبد الله انت سامعني؟ هي باينة كده. طيب ممتاز جدا. لا، لو حضرتك عارف تفتح الكاميرا دلوقتي. خليك معايا ثانيه واحده. بص مش مم. مشكله، خلاص هي مقفوله من عندي، مش يعني انا مش عارف هو المشكله عشان فين. هو عشان ممكن لو حضرتك دخلت طلعت ودخلت تاني ممكن تفتح، بس مش عارف بقى، هو البرنامج معلق بس. خلاص لا لا، خلينا الكاميرا حاجه بس بتزود الكوميونيكيشن اكتر يعني. بس خلينا نبدا مع بعض. الاول هي برزنتيشن صغيره اللي هي هاو تو بي ا بارت اوف الفارما اندستري، اللي هي ازاي تبقى جزء من صناعه الدواء. بصوا في 2021 انتوا شايفين الرقم اللي قدامكم، دي كانت الفلوس اللي صناعه الدواء بتدخلها. كانت اكتر
significantly من السلاح ومن المخدرات ومن كل حاجه. طبعا السيلز دي بتاعت 2021 كانت البيك او الذروه بتاعت بيع الفاكسينز بتاعت الكورونا، فهي طبعا كان معديه كل حاجه. فهو الرقم ده طبعا رقم مهول ورقم ما اتكررش في التاريخ خالص، بس دايما صناعه الدواء كانت بتعتبر جلوبالي رقم 2 او رقم 3 على مستوى العالم في الصناعات، اكبر حتى من الصناعات الغذائيه. لكم ان تتخيلوا ان كل العالم بياكل اكل، قمح، زيت، الحاجات دي كلها، ولكم ان تتخيلوا ان صناعه الدواء دايما معديه الصناعات الغذائيه في العالم كله ككميه فلوس وكبروفيت كمكسب. طيب الاول اكبر 10 شركات ادويه حوالين العالم في 2021، طبعا رقم واحد هي كانت نوفارتس، رقم اثنين كانت فايزر، جونسون جونسون، روش، MSD، وبعد كده موديرنا، برغم ان موديرنا هي كانت ليدنج في الموضوع بتاع الفاكسينز. وبعد كده في بايوتك، وبعد كده ابفي وريجينيرون ونوفو نوردسك. عايزكم تاخدوا بالكم من حاجه، احنا برغم ان كان في عندنا فاكسينز بتاعت فايزر وفاكسينز بتاعت موديرنا، الا ان نوفارتس ما كانش عندها فاكسينز، كانت من اكتر شركات اللي عملت بروفيتابيلتي. كل شركات الدواء في وقت الكورونا باعت كميه ادويه مهوله، ده نتيجه للناس كانت خايفه من السبلاي تشين وانها ما تلاقيش الدواء بتاعها، وخايفه من الامراض بتاعتها انها ما تعرفش تجيب لها الدواء، فكان في حاله من نقول حاله الذعر كده، فعشان كده شركات كتير قوي كسبت في الوقت ده. تمام. طيب نشوف بقى في مصر ايه الاخبار عندنا. طبعا ستيل ليدنج طبعا نوفارتس برضو في مصر هي رقم واحد، بعد كده وراها جالاكسو، وبعد كده سانوفي، بعد كده امون، وعندنا ايبيكو، ايفا، الحكمه، ماركريل، جي، وايبكس، وحورس، وماش، وابوت. طيب خلينا نشوف ايه هي انواع الشركات اللي موجوده اللي احنا كميديكال ريبس هنبدا نشتغل فيها لو قررنا ان احنا ناخد الكارير بتاع الميديكال ريب. اول حاجه عندنا شركات مالتي ناشونال، يعني شركات متعدده الجنسيات، تمام، ليها اكتر من مقر رئيسي في اكتر من منطقه حوالين العالم. منطقه حوالين العالم مثلا حاجه زي الايميا اللي هي الايمرجنج ميدل ايست، دي مثلا بتلاقيها واخده القطعه بتاعت شمال افريقيا دي كلها وجزء كمان من الخليج، فبتلاقي في شركات عامله مقر. الشركات المالتي ناشونال دي اللي هي ايه؟ طبعا زي نوفارتس، طبعا زي جالاكسو، طبعا زي ابوت. الفكره ان الشركه يكون ليها مقر اكتر من مقر رئيسي بره البلد بتاعتها. تمام. طيب الشركات الانترناشونال بقى اللي هي عباره عن ايه؟ الشركات الانترناشونال يعني الشركه دي عندك مثلا فاتحه في مصر وفاتحه جنبها مثلا في السودان، فاتحه في مصر وفاتحه مثلا في السعوديه، فاتحه في مصر وفاتحه مثلا في الامارات وفي السعوديه. مش مقر رئيسي بس ليها شغل حواليها في كام بلد حوالين البلد دي. يعني على سبيل المثال احنا قلنا مالتي ناشونال زي نوفارتس وجالاكسو، انترناشونال عندنا مثلا حاجه زي جمجوم، شركه جمجوم، عندنا حاجه شركه زي شركه تبوك، دي شركات تعتبر شركات انترناشونال ما هياش مالتي ناشونال. عندنا شركه ثانيه اللي قدرت انها تتحول من شركه لوكال لشركه مالتي ناشونال، كانت طبعا النموذج بتاع شركه الحكمه. الحكمه طبعا بدات في الاردن، شركه صغيره جدا، وقدرت انها تستحوذ على اكبر شركات في امريكا. فحاليا مثلا شركه الحكمه بعد ما كانت لوكال بقت شركه مالتي ناشونال، بقت شركه كبيره جدا. فطبعا انك تتنقل من شركه من لوكال لانترناشونال لمالتي ناشونال ده الطبيعي. يعني اي شركه بيبقى ليها هدف انها تتنقل من الريجن بتاعتها وتفتح في اسواق جديده عشان تقدر تقدم الخدمات بتاعتها لاسواق جديده والافراد جديده. تمام. طيب الشركات اللوكال اللي هي اخر حاجه، شركه لوكال دي مثلا نقدر نقول ان شركه لوكال في شركات بتشتغل بس في النطاق بتاع القاهره والتجمع واسكندريه المدن الرئيسيه، في شركات بس بتشتغل في الصعيد، في شركات بس بتشتغل في الدلتا بس. تلاقي الشركه كلها عباره عن تيم مثلا 12 ميديكال ريب وسيلز مانجر وكلهم مركزين على شغلهم في الدلتا. تلاقي شركه عباره عن 5 ميديكال ريب وسيلز مانجر ومتركزين كلهم في منطقه الصعيد. الشركات دي طبعا موجوده، والشركات يعني دي نوع من انواع الاستراتيجيات اللي هي بتخلي الشركه مركزه مع
سيجمنت معين من المرضى او سيجمنت معين من الدكاتره. تمام. طيب ايه هو الفارما اندستري؟ كل الحاجات اللي قدامنا دي، سواء السيلز او الماركتنج او الميديكال او البيشنت سبورت او الاتش ار او الاوبريشن او السبلاي تشين او المصنع، كل ده جزء من الفارما اندستري. تمام. فانت دلوقتي انت طالب في صيدله وعايز، سامع ان الناس كلها بتقول لك يلا هنشتغل ميديكال ريب، او الناس بتقول لك يلا نشتغل صيدليه، يلا نشوف صيدليه ونأجرها. تمام. البدائل دي كتيره جدا، يعني عندك في اكتر من بديل. بس النهارده انا عايزك تبقى فاهم هتدخل شركه الادويه وانت عايز ايه وهتروح فين. ما تبقاش ماشي مع، زي ما بنقول كده، ماشي مع مع القطيع. كله بيشتغل ميديكال ريب فانا هشتغل ميديكال ريب، كله بيشتغل مثلا هيروح ناحيه السيلز فانا هشتغل معاهم سيلز. لا، انت الشركات فيها ديفيجنز كتيره جدا، فيها اقسام كتيره انت ممكن تشتغل فيها، وممكن تبقى كويس في حته ومش كويس في حته ثانيه. تمام. طبعا اكبر 3 حاجات، السيلز رقم 1، بعد كده الماركتنج، وبعد كده الميديكال. السيلز رقم 1 لانها اكتر حاجه بتقدر تهاير بيبل. يعني انت هتلاقي لو شركه مثلا فيها 1000 ميديكال ريب، 1000 ميديكال ريب على فكره ده في مصر في شركات كتير عندها اكتر من 1000 ميديكال ريب. ودي حاجه يعني بالنسبه لي كانت حاجه تخض ان في شركه عندها اكتر من 1000 ميديكال ريب. زي شركه جالاكسو مثلا، انا كنت اشتغلت فيها فتره. شركه نوفارتس، شركه ايبيكو، عندها اكتر من 1000 ميديكال ريب حوالين الجمهوريه. تمام. فبتلاقي اكبر عدد من الناس شغال في السيلز، لان السيلز هي نقدر نقول كده لو عندنا هرم في شغل شركات الادويه، القاعده الرئيسيه اللي تحت دي هي المبيعات. وانت بدون مبيعات وبدون فلوس انت بتدخل للشركه، كل اللي وراه دوت ملوش لازمه. يعني الماركتنج، الميديكال، البيشنت سبورت، الاتش ار، الاوبريشن، السبلاي تشين، كل ده بيخدم على السيلز، بيخدم على المبيعات، عشان الشركه تقدر تبيع اكتر وتقدر تطلع بروفيت اكتر وتقدر تعمل جروس اكتر، نمو اكتر. فكله بيخدم على السيلز. نيجي بعد كده للجزء بتاع الماركتنج. كان في مقوله زمان كده كانوا بيقولوها، انا يعني ما اعتقدش ان هي اصح حاجه. بيقول لك السيلز والماركتنج هو المخ والعضلات، بس الاساس بتاعها هي السيلز. الماركتنج دايما بيبقى مهتم بالاناليسيس، بالتحليل بتاع اتجاهات السوق. يعني انت في ناس بتبقى متخيله ان الماركتنج هو الاعلان اللي انت بتشوفه مثلا، او البيل بورد اللي بتشوفها موجوده على الطريق وانت ماشي، اللوحه المنوره، الاعلان او البروشور او الفلاير اللي بيتساب لك في الصيدليه. لو انتوا بتقفوا في صيدليات بتلاقي مثلا في ميديكال ريب داخل بيسيب لك بروشور او بيسيب لك فلاير او بيسيب لك جيف اواي او الحاجات دي. الناس بتبقى متخيله ان هو ده الماركتنج. لا، ده جزء من الماركتنج. الماركتنج بيبقى كل شغله الاناليسيس، التحليل. بيشوف الشركه بتبيع ايه وبتبيع فين وبتبيع لمين، ومين الكومبيتيتورز او المنافسين ليها بيبيعوا ايه وفين ولمين، وليه بيبيعوا احسن او ليه بيبيعوا اوحش، واحنا ليه بنبيع احسن او ليه بنبيع اوحش. ونحط بلان ان احنا نبيع احسن ونعمل جروس اكتر. في الموضوع بتاع الجروس والسيلز ده، سريعا عشان تبقوا انتوا كلنا على نفس اللاين. في فرق بين ان شركه بتبيع كتير قوي وبين ان شركه بتعمل جروس كبير جدا. تمام. شركه بتبيع على سبيل المثال مثلا شركه نوفارتس، اللي هي شركه رقم 1 على مستوى العالم والشركه رقم 1 على مستوى مصر. بتبيع كتير قوي، بتبيع بمليارات. تمام. بس هل بتعمل جروس زي شركه مثلا، انا يعني الكلام خدوه مني عفوي كده، زي شركه حماده فارما اللي لسه باديه جديد؟ لا، انت تلاقي حماده فارما بتعمل جروس اكبر من شركه نوفارتس، لانها بتكبر اسرع. بتبيع في اول سنه مثلا بمليون، في ثاني سنه بتبيع ب2 او ب3، في ثالث سنه بتبيع ب5 وب6. فالتضاعف بتاع الارقام بتاعها كبير قوي عن نوفارتس. نوفارتس ما تقدرش تكون بتبيع ب100 مليار السنه دي وتيجي السنه اللي وراها تبيع ب200 مليار. استحاله، الا لو حصل كارثه مثلا او وباء مثلا زي اللي حصل مثلا الكورونا والحاجات دي كلها. تمام. انتوا معايا ولا في حد وقع مني، ولا عايز حد يلغيني كده وانا بتكلم؟
ايوه انا معاك يا دكتور، بس عندي سؤال. هو دلوقتي انا لو هبدا في شركه ادويه وعايز اشتغل ماركتنج او ميديكال او كده، لازم استارت برضو از ميديكال ريب، ولا في دخله تانية للشركه غير ميديكال ريب؟ بص، عندنا فيه حتتين. تمام. هي السلايد اللي جاي سؤال جميل جدا، وهجاوبك عليه في السلايد اللي جاي، لان زي ما قلت لك في حاجات كتير قوي بتخدم على الايه، على السيلز. فهنقول لك نبدا فين وتقدر تخش ازاي وتعرف مكانك احسن ازاي. تمام. تمام، جميل جدا. كان عندي سؤال تاني يا دكتور برضو، ممكن اعتقد ناس كتير جدا ممكن ينور في دماغها دلوقتي. حضرتك من شويه شرحت لنا الشركه اللي ليها جروس اعلى، والشركه اللي هي بتحقق بروفيت اعلى، والشركه المالتي ناشونال واللوكال وكده. انا لو هبدا لسه كفريش، ابدا فين؟ هل البدايه بتاعتي في الشركه هتاثر عليا بعد كده؟ يعني تبس كده مثلا ازاي الواحد يختار الشركه اللي هيبدا فيها، وهل هي بتاثر فعلا في الكارير بتاعه ان هو يختار شركه معينه دون غيرها؟ طيب، هجاوب على السؤال الثاني والاول ده لانه هو الاجابه بتاعته في السلايد اللي جاي. اول حاجه، انت ازاي تختار الشركه بتاعتك، او ان هل الشركه بتاعتك بتفرق في الكارير بتاعك؟ طبعا الشركه بتفرق في الكارير. حلو. على سبيل المثال، مثلا انت واحد اول ما بدأ اشتغلت في شركات، مثلا اشتغلت في فايزر، كانت اول شركه ليك. الشركات المالتي ناشونال عامه بيبقى لها زي ما نقول بوليسز، ليها لوائح وليها قوانين بتاعتها، وانت بتمشي باللوائح والقوانين بتاعتها دي، وليها كود اوف اسكس، ليها بروسيجر معين عشان تبقى انت موجود فيه. تمام. وبتاخد منها اكسبيرينس كويسه جدا وقويه جدا، تساعدك لما تروح اي شركه تانية لو حبيت. بس لو رجعنا ورا خطوه شويه، انت هتشتغل ميديكال ريب. عايز اي حد دلوقتي سامعني بيفكر ان هو يشتغل ميديكال ريب، اسال نفسك السؤال: انت عايز ايه من الميديكال ريب ده؟ هل انت عايز تشتغل تقبض مرتب وخلاص؟ هل انت عايز تشتغل عشان تقبض انسنتيف وخلاص؟ الانسنتيف دوت اللي هو الحافز بتاعك او المكافأة اللي بتاخدها لما تحقق. هل انت عايز تشتغل عشان تعمل بيزنس بتاعك، يبقى عندك مثلا انت وخمسه وسته اصحابك تفتحوا شركة توزيع او تفتحوا لكم مخزن مثلا؟ هل انت عايز من انك تبقى شغال من كاريب انك تترقى وتكبر جوه شركة؟ تمام. ولا هل انت عايز انك تشتغل لان هو ده اللي موجود بس لانك مش لاقي حاجة؟ مثلا حد يجي يقول لي مثلا انا ما بحبش وقفه الصيدليه فهشتغل ميديكال ريب. اجابه مش احسن حاجه. تمام. هي دي معظم الاجابات اللي كلنا بنفكر فيها، واللي انا كنت يعني كانت سبب اصلا ان انا اشتغل ميديكال ريب، بس دي اجابه غلط. تمام. نسال نفسنا سؤال: احنا عايزين نشتغل ميديكال ريب ليه؟ حلو. اجابه السؤال ده هتحدد لك انهي شركه هتستفيد انت منها اكتر. خد بالك، انت لما بتدخل اي شركه مطلوب منك انك تفيد الشركه بمجهودك، وتفيد الشركه بوقتك، عن طريق انك تزود لها البيع وتزود لها الجروس وتزود لها الشير اوف فويس، تزود لها الشير اوف فويس اللي هو نقول ايه، السمعه بتاعت الشركه. حلو. ما تنساش في كل ده وانت بتعمله تعمل اهم حاجه لنفسك، اللي هو الهدف بتاعك اللي انت داخل عشان الشركه. خليني دلوقتي اقول لك ده هيفرق معاك ازاي. واحد الكارير بتاعه هو ناوي ان هو يشتغل في الفارما اندستري ويكمل ويترقى ويكبر، يبقى سيلز مانجر، يكبر يبقى دايركتور، يكبر يبقى بزنس يونت، ويمكن ربنا يكرمه في يوم من الايام ويبقى كانتري مانجر، او يمكن حتى يبقى ماسك منطقه كبيره زي الايميا او غيره. حد زي ده طبيعي ان هو اول ما بيبتدي بيفكر ان هو يدخل في شركه مالتي ناشونال، بيدور ان هو يدخل في شركه انترناشونال، شركه ليها اسم يقدر ياخد فيها تريننجز كويسه، ويقدر يتاسس كويس قوي في الشغلانه نفسها. ده واحد. حد تاني يقول لك لا، انا ماليش انا في شغل الشركات ده، انا عايز افتح لي بيزنس بتاعي، انا عايز يبقى عندي مخزن والمخزن يبقوا 2 و3، ولا عايز حتى افتح لي شركه، انا عايز اتعلم. ده واحد مثلا اول ما هيشتغل، لا انت انزل اشتغل في شركات لوكال، اتعلم منها اللي زي ما نقول ايه، بتتهرس في الشغل نفسه.
بتروح المخازن وبتعرف شركات التوزيع وبتعمل علاقات وبتشوف مين بيحرق عليك ومين ما بيحرقش، وبتلف اللفه على الصيدليات كلها. دايما شركات اللوكال بيبقى الضغط فيها اقوى، بس بتتعلم فيها اكتر. الشغل اللي هو الكوميرشال اللي احنا بنتكلم عليه، تمام؟ فانت الهدف من الشغلانه ايه؟ في واحد مثلا يقول لك والله انا بحب الشغل الميديكال جدا، وبحب ان انا اتكلم مع الدكاتره اتناقش معاهم ساينتفكلي، وبحب يبقى فيه ديسكشن. انا مش داخل صيدله عشان في الاخر ابقى اسمي بياع. حلو. طيب ده واحد اول ما يفكر هيدور مثلا ان هو يروح يشتغل في شركه لوكال ما عندهاش اصلا الميديكال، لا ده هتبقى صعب جدا عليه، لانه هيكره الشغلانه نفسها وهيكره الكارير بتاع الشركات الادويه. لا، فده واحد مثلا هيفكر ان هو يروح في شركه عندها قسم ميديكال، لان تقريبا 60% من الشركات اللي موجوده في مصر ما عندهمش الميديكال. يعني ما عندهمش اللي هو اللي اسمه الميديكال ساينس لايزون او الميديكال ادفايزر او البيشنت سبورت، ده مش عندهم. تمام. دي الفكره. انت عايز ايه من الميديكال ريب؟ تمام كده يا عبد الله؟ تمام. يعني حضرتك هو الصوت راح من عندي يا عبد الله، انا مش سامعك. سيستم وافهم السيستم. حضرتك سمعتني ولا النت قطع بس؟ سمعتني يا لا، هو دكتور؟ النت فاصل شويه، ممكن لو تعيد السؤال تاني. تمام. هو انا بس هقول اللي انا فهمته. هو حضرتك بتقول طالما انت عايز تكبر في الشركه وتخش الشركه وتكبر فيها وتترقى وتبقى مدير وكده، فانت هتخش مالتي ناشونال بحيث ان انت بتتاسس كويس في الشغل وبتفهم طبيعه الشركه ماشيه ازاي، وده بيساعدك ان انت تكبر فيه. بس لو انت واخد الميديكال ريب از ستيب ان انت تفتح بعد كده ستارت اب ليك، او تفتح او يبقى ليك بروجكت خاص بيك او مشروع، فاللوكال بتديك نوعا ما بتفهم شغلنا من تحت خالص، وبتبقى اكسبوجر لناس كتير وعلاقات كتير، فده بيبقى احسن لك من الناحيه دي. حضرتك قلت ما ينفعش حد يبقى داخل بس عشان يهرب من الصيدليه، لا هو لازم يبقى محدد بالظبط الشركه كويس وعارف عنها اكتر، بحيث يبقى فاهم الشركه دي هتساعده ولا لا. هل البرودكت بتاعها فعلا كومبيتيتور وعندها ميديكال ديبارتمنت يساعده ويقدر يدسكس مع الدكتور بشكل كويس، ولا هي بالنسبه له ستيب عشان يفتح بقى حاجه خاصه بيه، فاللوكال ساعتها هيبقى احسن. صح كده؟ صح كده، تمام. طيب السؤال تاني في الحته دي برضو يا عبد الله. انت عارف طبعا شركات المالتي ناشونال مش زي ما نقول ايه، مش يعني مش مترميه في كل حته واحنا اللي بننزل بنختار، او يعني الوصول ليها مش سهل جدا. لو انا قدامي دلوقتي شركه لوكال اشتغل فيها ولا ما اشتغلش؟ لا، اشتغل على طول ايا ما يكون. لو انا قدامي شركه انترناشونال وانا عايز انقل في شركه ثانيه، اشتغل فيها ولا مش لا طبعا اشتغل على طول. الاسئله الاجابات اللي احنا قلناها لو الاثنين كانوا متاحين قدامك، انك ده موجود وده موجود. بس لو انت قررت انك تشتغل، لا، شوف اقرب حاجه موجوده يكون المرتب بتاعها كويس واسمها كويس في السوق واشتغل فيها. لان موضوع المرتبات ده ممكن يضايقك جدا. انت دلوقتي يعني انتوا شايفين الاسعار اللي احنا عايشين فيها بقت عامله ازاي. ممكن تلاقي في شركات بتشغل لحد دلوقتي ب4.5 و3 وحاجات كده. تمام. ده هيبقى صعب قوي بالاسعار اللي احنا عايشين فيها ان احنا نشتغل ميديكال ريب. لان انت ميديكال ريب انت يومك كله في الشارع، فاهم؟ وهتصرف مواصلات، ويمكن انت محتاج عربيه او بتدفع اوريدي قسط عربيه. تمام. فالمرتب ده مش هيبقى كافي ليك انك تشتغل ميديكال ريب. لا، انت ممكن تاخده في صيدليه. يعني خليك بقى في صيدليتك مقفول عليك، لا بتصرف لا هنا ولا هنا، وخلي الفلوس دي على قد العيشه بتاعتك لحد ما تيجي فرصه كويسه. تمام. عشان الشغلانه نفسها ما تبقاش بتستنزفك. لان زي ما قلت هي الشركه رقم 1 و2 و3 همها فلوسها، همها مصلحتها. طول ما انت بتجيب لها التارجت بالظبط. بتاعها والبيع بتاعها، فانت جزء من مصلحتها. تمام. بالظبط، السالري اكيد مهم. طب يا دكتور معلش سؤال بقى، اكيد هيجي في بال الناس دلوقتي. هو انا عايز ابدا مالتي ناشونال، يعني طب اعمل ايه عشان ابقى جاهز للمالتي ناشونال يعني؟ ولا دي حته حضرتك هتجي لها بعد كده؟ خلينا اجاوب فيها لان انا مش حاططها في سلايد هنا في البرزنتيشن، بس خلينا اجاوب عليها. بص، انت شركات المالتي ناشونال
انت يعني بص في الشغلانه نفسها بيقول لك انت بتشوف الكاستمر بتاعك فين وانت اللي بتروح له، لانك انت جزء من شغلانه الميديكال ريب انك شغال اوت دور سيلز. تمام؟ فانت بتروح للكاستمر بتاعك. انت دلوقتي الكاستمر بتاعك هو الشركه المالتي ناشونال، فاحنا بنروح لها للشركه المالتي ناشونال. بنروح لها فين؟ اول حاجه اللي هي الجوب فيرز اللي بتتعمل في الكليات. في مثلا كان في الجي سي عندنا بيعملوا جوب فير انوالي كده كل سنه. بيتعمل جوب فير، بتيجي في الشركات بتعرض تقول لك مثلا احنا عندنا تريننج، عندنا في شغل ميديكال ريب موجود، عندنا في مثلا حد في مكان في الماركتنج، عندنا عايزين حد اتش ار، الحاجات دي كلها. يبقى رقم واحد الجوب فيرز، وبيتعمل في جامعه القاهره وعين شمس. انا جامعه طنطا ما اتشرفتش ان انا رحتها قبل كده، فما عنديش خبره بصراحه في جوب فيرز بتعمل فيها ولا لا، معارض توظيف. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، وانت واقف في صيدليتك، وانت واقف في الصيدليه، مش وانت قاعد في البيت، وانت واقف في الصيدليه انت بيجي لك كل الميديكال ريبس من كل الشركات، بييجوا يتكلموا معاك، بييجوا يحاولوا ياخدوا منك فيدباك. زي ما انت بتديهم الفيدباك، تمام، خليك امين معاهم اولا في الفيدباك لانك هتبقى في مكانهم يوما ما. خد منهم الديتيلز بتاعت الشركات بتاعتهم. هتلاقي في مره من المرات مدير جاي ومعاه مندوب جاي ومعاه المدير بتاعه، خد نمره المدير بتاعه، حاول تديله السي في. تمام؟ ثالث حاجه، ودي حاجه يعني انا مش بفضلها قوي، اللي هي انك تروح لمكتب الشركه نفسه وتسيب السي في بتاعك. 90% هيترمي السي في، هيترمي، بس هو في امل 10% ان هو يتاخد، لان غالبا بتاع السكيورتي او السكرتاريه اللي بتبقى موجوده في شركات كويسه بتعين السي في، وفي شركات من بره بترمي السي فيات. تمام؟ طيب، ثالث حاجه ازاي اوصل لشركه مالتي ناشونال؟ عندك اللينكد ان. طبعا الهايرنج ثرو لينكد ان مش زي ما انتم متخيلين، مش حد هيعمل بروفيشنال بروفايل على لينكد ان وهيقدم على الابلاي في الموقع بتاع الشركه وهيلاقي الشركه بتكلمه. الكلام ده في بلاد بره، واللي بيمشي في بلاد بره ما بيمشيش في بلادنا زي ما بيقولوا. بس للاسف عندنا هنا الموضوع بيمشي بالعكس. انت بتتقابل الاول وبتعمل الانترفيوز الاول، وبعد كده بتلاقي الفيكنت اتعلنت على لينكد ان، وبتدخل برضو تقدم عليها، عشان لمجرد ان احنا استخدمنا السوشيال تشانلز بتاعت الشركه. ان الشركه يبقى انا عملت هايرنج ثرو لينكد ان، عملت اعلان على اللينكد ان وعينت من خلال لينكد ان الناس اللي جايه. تمام؟ ده الواقع بتاعنا. بس لازم ده ما يمنعش انك تعمل بروفيشنال بروفايل على لينكد ان، لان ده زي ما نقول الواجهه بتاعتك، الصوره بتاعتك قدام اي شركه. انت بتلاقي مثلا الناس زمايلك اللي هيشتغلوا في شركات، او الناس اللي انت عرفتها وشغالين في شركات، او مديرين جولك وانت خدت منهم الكارت بتاعهم او نمرتهم ولقيتهم عاملين بروفايل على لينكد ان، هتعمل لهم فولو على لينكد ان، هتشوف التوبكس اللي هم بيتكلموا عليها، هتبتدي تقرا عن التوبكس بتاعتهم، هتبدا تعمل شير للتوبكس اللي هم بيتكلموا عليها. اكسبوجر اللي هو نقدر نقول التعرض للشركه نفسها. تمام؟ هو ده فايده اللينكد ان. مش انك هتتعين من خلال لينكد ان، يعني ممكن تحصل بس النسبه قليله قوي، بس بيديك الاكسبوجر بتاعك والهيئه بتاعتك قدام الناس اللي بتبص على الهايرنج. تمام؟ خدوا بالكم برضو من حاجه انا عايز اقول لكم عليها. دلوقتي شركات المالتي ناشونال كلها بتوصل للسوشيال ميديا بتاعتك. يعني بتعرف توصل للفيسبوك بروفايل بتاعك، بتعرف توصل لتويتر لو عندك، بتعرف توصل للانستجرام بتاعك، وبتوصل للينكد ان بتاعك. هتقول لي ايه ده وهيعرفوا منين وهيوصلوا لي؟ طب انا عامل لوك للبروفايل بتاعي والكلام ده، ما يعني الكلام ده بيني وبينك، فاهم؟ ان انت عامل لي لوك للبروفايل فانا مش عارف ادخل البروفايل بتاعك. لا، دي شركات بتعرف توصل وبتعرف تشوف انت بتتكلم في ايه والتوبكس اللي انت بتتكلم فيها. كل ده ليه؟ عشان يشوفوا انت شخصيتك رايحه فين. تمام؟ يعني واحد مثلا على مثلا على تويتر كل الكلام بتاعه نيجاتيف، بيقوم الصبح يدعي على الظالم والمفتري والدنيا غدارة وظلم الصحاب والأهل والأقارب والحاجات دي كلها. لو الشركة وصلت لك مش هتشتغل خالص، يعني محدش بيحب الشخص ده معاه في وركينج انفايرمنت. انما انا لو دخلت مثلا ولقيت واحد
خد بالكم ده بيبقى سيستم، يعني هو مش واحد اتش ار مثلا قاعد بيدور في البروفايلز، لا ده بيبقى سيستم موجود وبيدخل بيعمل زي ما نقول ديج وسيرش، بينبش في البروفايلات وبيدي تقييم لكل بروفايل في السوشيال ميديا. واحد مثلا تاني كل الفيسبوك بتاعه عمال يشير ريلز وشير شورت فيديوز وبتاع، وما بيعملش شير لاي حاجه خالص، ما بيعملش انتر اكشن. يعني يا اخي لو حد لا قدر الله في حاله وفاه ما بيدخلش يقول البقاء لله. تمام؟ ده شخص هو مش سوشيال اصلا، يعني هو عامل الحاجات دي كده ان هو بيضيع وقته. انا مش محتاج شخص زي ده. انما انا لو في شخص مثلا بيعمل شير لتوبكس مثلا مهمه، توبك مثلا بيتكلم على التايم مانجمنت، بيتكلم على البيبول مانجمنت، بدخل بشوف الحاجات دي السيستم هو اللي بيعملها وبيدي بيها تقرير ريبورت كده وبيديك جريدز. الجريدز دي بتساعد الشركات المالتي انها تاخدك. تمام؟ فانتوا الحته دي خدوا بالكم منها جدا. زمان كانت السوشيال ميديا بتاعتنا احنا واصحابنا، لا دلوقتي الشركات والحكومات وكل حاجه بتدور في السوشيال ميديا بتاعتنا. تمام؟ خدوا بالكم من النقطه دي. فاحنا زي ما قلنا انت بتروح للكاستمر بتاعك اللي هو الشركات المالتي وتدور عليه. اول حاجه الجوب فيرز توصل لها عن خلال لينكد ان، تتابع المواقع بتاعتها. يعني مثلا الموقع بتاع شركه ميرك وابوت وجالاكسو دايما بينزلوا الفيكنسيز اللي موجوده. حضر السي في كويس واعمل له ابلود عليهم. السي في بتاعك لما تيجي تعمل السي في بتاعك بتعمله بتو فورمز. اول حاجه بتعمله وورد وبتعمله بي دي اف. تمام؟ ما بتعملش ده بس وده بس. لما بتيجي ترفعه او تبعته لاي حد تبعته بي دي اف. لو هترفعه على سيستم ترفعه نظام وورد، لان الشركات عندها سيستم اسمه الاي تي اس هو اللي بيقرا البروفايل، هو اللي بيقرا السي في بتاعك. الاتش ار ده مثلا انت تخيل ان في فيكنسي فتحت مقدم عليها 1000 واحد، الاتش ار اللي موجود او الهايرنج مانجر اللي موجود ما بيقراش ال 1000 سي في وما بيقراش 100 سي في. يعني هو ان وصل له 10 وفي الاخر بص عليهم ده يبقى راجل كده بيشتغل. تمام؟ انت في سيستم بيفلتر الحاجات دي كلها. اول حاجه مثلا في صوره ولا ما فيش صوره، كل دي حاجات اوتومايزد، يعني ما بيتدخلش في صوره تعالى، ما في صوره لا اركن. الخط بتاعك بولد، كل عامل السي في بتاعك خط كله بولد لا اركن. السي في بتاعك متقسم بوينتس وبولت بوينتس والحاجات دي كلها تعالى نبدا نبص عليك. دي حاجات يعني الاي تي اس سيستم بيدور في حاجات معينه كده وبيبدا يستبعد بعض الحاجات وينكلود بعض السيفيهات الثانيه. تمام؟ ده كان بالنسبه للسؤال بتاعك يا عبد الله، اللي هو ازاي احنا نوصل للشركات المالتي ناشونال. عشان اخلص من السلايد دي، انت في بعض الشركات طبعا بتبقى معظمها شركات مالتي ناشونال اللي عندها حاجه اسمها بيشنت سبورت. بيشنت سبورت ده شركه نوفو مثلا عندها بيشنت سبورت بالنسبه للمرضى بتوع الدايابيتس. شركه جالاكسو، شركه ليلي، شركه روش، عندها روش كمان بالذات عندها بيشنت سبورت تيم كامل كده اسمه بيشنت سبورت، لان الناس دي عندها ادويه اونكولوجي. ادويه الانكولوجي دايما بتبقى محتاجه ان الميديكال ريب او البيشنت سبورت بارتنر اللي هو انت لو اشتغلت انك تقعد مع البيشنت وتكلمه على الدواء اللي هو بياخده وتكلمه على الاثار الجانبيه وازاي يقدر يعدي الاثار الجانبيه دي. اول حاجه سوشيالي، يعني في المجتمع بتاعه، لان الحاجات دي الاثار الجانبيه بتاعتها بقى كبيره. وتاني حاجه فاينانشالي عن طريق الفلوس، لان الادويه دي غاليه. انت كبيشنت سبورت بارتنر بتقعد مع المريض وتتكلم معاه في الحاجات دي كلها. طبعا بيبقى لها تريننجز طويله جدا اكتر من اي ميديكال ريب. لكن البيشنت سبورت ده محتاج شخص زي ما نقول كده قلبه واقف، لانك انت متخيل انك في ناس ما بتحبهاش خالص. متخيل انك بتقعد مثلا في اليوم مع 2 أو 3 أو 4 كلهم بيشنت ليت ستيج او فاينل ستيج مثلا. خلاص يعني الناس دي مثلا انت هتشوفه مثلا مره ولا مرتين، مش هتشوفه تاني وانت عارف، واخد بالك. والمفروض منك انك بتتكلم معاه انك بترفع من روحه المعنويه بس انك تزود الفتره بتاعته. حاجه ثانيه البيشنت بتوع الدايابيتس دول بيبقوا اسهل حاجه لو اشتغلت في السبورت بتاعهم انك تتكلم معاهم ازاي تعدي الموضوع سوشيالي. في ناس ما بتحبش الجزء ده بس هو موجود وفي ناس بتعمله والمرتبات بتاعته عاليه عشان الحته دي طبعا.
الحاجه الثانيه طبعا الاتش ار. انت ممكن بعد ما تشتغل ميديكال ريب تبقى تدخل في الكارير بتاع الهيومن ريسورسز ده. الاوبريشنز جوه الشركات نفسها بقى عندك اوبريشنز كتير جدا. يعني مثلا شركه زي شركه نوفارتس في فتره من الفترات كانت بتسلم عربيات، حاجه ملهاش علاقه بالميديكال ولا الحاجات دي كلها خالص. فمسؤوله ان عندها على الاقل 500 عربيه، 500 عربيه شخصيه، تمام؟ هي مسؤوله عنهم، ده اوبريشنز. عندها مثلا من المصنع بتاعها عندها مثلا 1000 عامل، المفروض المرتبات بتاعتهم بتنزل في يوم مختلف عن اليوم اللي بتنزل فيه المرتبات بتوع الصيادله اللي في المصنع. اسمها اوبريشنز. العمليات نفسها اللي جوه الشركات دي كتيره قوي، وبتلاقيها ديبارتمنت كبيره جدا وبيشتغل فيها صيادله وغير صيادله. وطبعا السبلاي تشين او سلاسل الامداد والتوريد دي قصه كبيره قوي. انت ممكن حتى تبقى شغال في شركه ادويه وانت معاك عربيه ولا عربيتين ومش شغال ميديكال ريب، يعني بتشتغل في السبلاي تشين. شركه سانوفي بتتعاقد مع بعض شركات الايجار العربيات او الاشخاص اللي عندهم عربيات بمواصفات معينه انهم ينقلوا الادويه ذات الحساسيه اللي هي ادويه الانكولوجي والادويه بتاع الرير ديزيز، حاجه مثلا زي الام اس او الكلام ده كله. لانك انت المفروض بتوصل الدواء ده لجمعيه معينه، قلمين، 3 اقلام، 4 اقلام، الحاجات دي كلها. فما يقدروش طبعا يطلعوا عربيه نقل كبيره انها تروح، فبيبقى في جزء من السبلاي تشين. في ناس اعرفها عندهم بسم الله ما شاء الله 4 عربيات وشغالين في القصه دي، وسابهم خالص، بعدوا خالص عن كارير الميديكال ريب. يعني هو كان الميديكال ريب فهم القصه، قال لك لا القصه دي بتجيب لي فلوس اكتر وانا افتح لي بيزنس بتاعي. تمام. نخش بقى على السؤال الاول اللي كان عبد الله ساله، الفرق بين السيلز والماركتنج، او هل ممكن ادخل ماركتنج على طول مش لازم ابدا ميديكال ريب؟ خلينا في السلايد اللي قدامنا وهقول لكم على حاجه في الاخر. سواء سيلز او سواء ماركتنج، العادي انك بتبدا ميديكال ريب، بتترقى تبقى سينيور ميديكال ريب. في الاثنين ممكن في السيلز تبقى كي اكونت مانجر، او في الماركتنج تبقى ماركتنج سبيشالست. بعد كده في السيلز تبقى سوبرفايزر، في الماركتنج هتبقى ماركتنج اسوشيت. في السيلز هتبقى اريا مانجر، في الماركتنج هتبقى برودكت مانجر. في السيلز هتبقى بزنس يونت، في الماركتنج هتبقى جروب برودكت مانجر. في السيلز هتبقى دايركتور، في الماركتنج هتبقى ماركتنج دايركتور. بعد كده ممكن تتنقل بقى تمسك اريا كبيره بقى، تمسك بلدين، 3، منطقه كامله. انت وحظك، او انت وشغلك وتوفيق من ربنا طبعا. طيب هل ممكن اشتغل ماركتنج من غير ما اشتغل ميديكال ريب؟ في شركات دلوقتي ماركتنج بس لشركات الادويه، شركات ماركتنج فقط بتشتغل مع شركات الادويه. فانت اوريدي بتشتغل، بتبقى ماركتير. لما تروح تقدم في اي شركه، لما بتفتح فيكنت مثلا على برودكت مانجر او على ماركتنج اسوشيت، فانت بتروح تقدم لانك انت عندك الاكسبيرينس بتاعه الماركتنج اللي مطلوبه. بس انت ما بتبقاش بدات في شركه ادويه، لا انت بدات اوريدي في شركه ماركتنج. انت عارف ازاي تعمل كامبين، عارف ازاي تعمل اناليسيز، عارف ازاي تعمل بلان واستراتيجيك بلان للبرودكت اللي موجود. تمام. اجابه السؤال كده تمام يا عبد الله؟ تمام يا دكتور. يعني حضرتك بتقول اما يبدا ميديكال ريب، تمام، بعد كده يروح الماركتنج في نفس الشركه، او يبدا ماركتنج بس في شركه متخصصه في الماركتنج. شركه متخصصه في الماركتنج بتشتغل مع شركات الادويه، اللي هو بزنس تو بزنس، يعني اللي هو هي شركه ماركتنج بس بتسيرفس لشركات الادويه. بالظبط. بعد كده بقى من الاكسبيرينس بتاعته يقدر يقدم بالسي في بتاعه على فيكانسيز في شركات تانية كماركتنج ديبارتمنت على طول. بالظبط. انا عايز تمام. اقول لكم على مثال. في واحد والله انا اسمه جه امبارح قدامي بالصدفه تماما. انا كنت يعني كنت شخص على معرفه بيه، بس بقى لنا فتره ويعني ما اتكلمناش ولا حاجه، بس اسمه جه امبارح قدامي. ده واحد من الشخصيات بصراحه اللي انا يعني بابريشيت جدا الايفورت اللي هو عمله. اسمه محمد تمير. محمد ده كان شغال ميديكال ريب في ميرك، اشتغل فيها 8 سنين، وقبلها كان شغال 10 سنين في ابوت. تمام.
وكان حلم حياته ان هو يبقى برودكت مانجر، عايز يترقى في الماركتنج. والراجل ده كان كل الناس بتحبه بصراحه، ما عدا كان في مدير عنده الراجل ده ما بيطيقوش، يعني في شركه يعني ما بيطيقش الراجل ده. المهم الراجل دوت طبعا خلاص قرر ان هو يسيب الشركه، فتح شركه ماركتنج بتاعته مع واحد كمان من اصحابه. بسم الله ما شاء الله، شركه الماركتنج بتاعت تمير دلوقتي، انا امبارح اكتشفت يعني بالصدفه البحته ان انا في 2 من قرايبي شغالين عنده وهم صيادله. يعني اكتشفت كده بسم الله ما شاء الله، يعني ده حد كبير، طب بيكلموني طب يا عم طب وصيه علينا طب ما اعرفش ايه. فانا والله فرحت له ان هو بقى حاجه كبيره. طول ما انت ماشي في الطريق يا عبد الله، او طول ما انتم ماشيين في الطريق، بتتفتح لكم سكك كبيره جدا. المهم انك ما تقعدش في البيت. انت شغل الفارما ده شغل زي ما قلت لكم في الاول، شغل كبير جدا، شغل بمليارات. اشتغل، وطول ما انت ماشي تلاقي الطريق بيتفتح لك سكك كبيره جدا. تمام. حد تاني ده واحد بقى من يعتبر من قرايبي بس بعيد شويه، كان شغال في شركه ادويه وكان اريا مانجر خلاص، وكان بقاله مثلا 12 سنه اريا مانجر، مرتبه الحمد لله كان كويس. بس وهو بيشتغل في الشغلانه بيقابل دكاتره وبيتكلم مع دكاتره وبيقابل كاستمرز كتيره، اكتشف ان في نوعيه معينه من الدكاتره عايزه تنقل العيادات بتاعتها من الاماكن القديمه في القاهره للاماكن الجديده. يعني مثلا واحد شغال مثلا في الخانكه، في المطريه، في القلج، في المناطق دي كلها، حابب يفتح بقى وهو راجل مشهور، حابب يفتح يروح مثلا حته زي التجمع، ينزل حته زي الشروق، يفتح مركز، يفتح سنتر، يفتح الحاجات دي كلها. ابتدى يدور ويشوف ده، طب ده عايز ايه، طب ده بيعمل ايه، طب انت محتاج ايه، طب انا ممكن اساعدك ازاي. وقرر ان هو يسيب الكارير خالص بتاع الاريا مانجر وقدم استقالته، وهو مبسوط جدا. وحاليا عنده اكبر شركه تجهيز عيادات موجوده في القاهره حاليا. يشوف الدكتور عايز عياده فين، يجهز له العياده، يظبطها له، يعمل له الدعايه بتاعتها ويسلمها له على المفتاح، تعالى باسمك بس. طول ما انتم ماشيين هتتفتح لكم سكك كتير جدا. المهم ابدأوا وما تقعدوش في البيت. اشتغل في صيدليه، اشتغل في شركه لوكال، انزل اشتغل. تمام. نخش على اللي وراها. احنا قلنا طبعا ازاي هنخش الهاو تو جوين ذا ماركت. اول حاجه تعمل سي في كويس، تشتغل في صيدليه، تعمل لينكد ان، تعمل كونكشنز. زمان انا عايزكم بس تبقوا مركزين في الموضوع ده خلاص، عشان في كلمه دلوقتي هنقولها مع بعض وهتنسوها، تتمحي تماما من على لسانكم. كان زمان اسمها واسطه، كان زمان اسمها الكوسه. حلو. لا، هي دلوقتي اسمها كوميونيكيشن وكونكشنز. انت لو في شركه من الشركات ربنا اراد لك انك تشتغل وجبت يعني غلطت كده باسمك يعني باللسان، يا عم ده جاي بالواسطه، هيعرفوا انك بص انت ضايع. اسمها دلوقتي كوميونيكيشن وكونكشنز، علاقات واتصالات. خلاص، انت داخل دلوقتي في حاجه اسمها اللي هو كوربريت انفايرمنت، او بيئه المؤسسات. فلازم تستخدم الترمينولوجي اللي هم بيتكلموا بيه. انت عايز تقول واسطه، يعني ده راجل جايب الواسطه، لا، بس انت هتقول عنده كونكشنز كتيره، عنده كوميونيكيشن سكيلز كويسه. ازاي تبيلد الكونكشنز وازاي تبيلد الكوميونيكيشن؟ زي ما انا قلت لكم، وانت في الصيدليه هتقابل ناس، لما تروح تودي السي في بتاعك اللي ممكن يترمي في الباسكت عادي، هتقابل السكرتير او السكرتيره اللي هناك. مره على الثانيه هتاخد اسم السكرتير ولا السكرتيره وتاخد رقمهم، هتتعرف عليه، هتعمل معاهم كونكشنز. ايفن حتى الراجل بتاع السكيورتي اللي بيقابلك على الباب والسخيف وما بيرضاش يدخلك، مش هيدخلك اول مره، مش هيدخلك الثانيه، الثالثه هيدخلك. خلاص هو الراجل عرفك. لان الاساس بتاع الشغل بتاعنا كميديكال ريبس انك تبيلد كونكشنز وكوميونيكيشن سكيلز مع الكاستمرز بتوعك. تمام. الدكتور على فكره كان في سؤال مشهور جدا في اي انترفيو،
بيقول لك رتب لي كده الحاجات اللي انا اقولها لك دي، الدواء ولا الشركه ولا المندوب؟ ايه اهم حاجه؟ رتبهم لي كده من حيث الاهميه. ده سؤال يعني سؤال مشهور جدا. تمام. الاجابه بتاعته طبعا الاجابه بتاعته بتكون كالتالي: اول حاجه المندوب، ثاني حاجه الدواء، ثالث حاجه الشركه. تمام. المندوب لان المندوب ده اللي بيتعامل مع الدكتور. لو ما فيش ميديكال ريب او ما فيش مندوب، فالدكتور مش هيعرف حاجه عن الدواء، هيتبعت له ايميل مش هيقراه، ولو قراه مش هيركز فيه، ومش هيعمل علاقه مع الايميل. يعني مش هيكون في كوميونيكيشن سكيلز مع الايميل، وانه يتكلم معاه وانه يحكي له اي حاجه ولا يتناقش معاه. تمام. فاول حاجه هو المندوب. حلو. تاني حاجه هو الدواء. الدواء بتاعك لو كويس اكيد الدكتور هيكتبه. تمام. اخر حاجه خالص بيقول لك الشركه، وهنا مش مقصود اسم الشركه، مقصود السبورت اللي الشركه بتديه للميديكال ريب عشان يوصل المسج بتاعته، مش الشركه كاسم. تمام. ده سؤال اديني قلت لكم سؤال اهو في الانترفيوهات، يعني ان جات لكم كده حد افتكروني بدعوه، سالته السؤال ده افتكروني بدعوه، دي الاجابه بتاعته. فزي ما انا قلت لكم، اول حاجه الميديكال ريب، الشخص نفسه اللي انت بتتكلم معاه، العلاقه اللي انت بتعملها مع الكاستمر بتاعك. طالما قررت انك هتشتغل ميديكال ريب، وطالما قررت انك هتشتغل في فارما اندستري، اعرف ان العلاقات والكوميونيكيشنز بتاعتك هي اهم حاجه في حياتك. البواب مهم، السكيورتي مهم، السكرتير ولا السكرتيره مهمين جدا، الاسيستنت اللي عند الدكتور اللي بيدخل وما بيدخلش ده يمكن اهم من الدكتور، لانه ممكن ما يدخلكش انت ومديرك لو اتعينت. تمام. كل حد هتقابله مهم جدا. انت ممكن وانت واقف في الصيدليه يجي لك بيشنت يتكلم معاك مثلا في حاجه ولا ما اعرفش ايه، والله ده انا ليا ابن اخويا مدير كبير في شركه ادويه، والله يا دكتور لساعدك، هتيجي كده. وعلى فكره انا اشتغلت كده، يعني انا اشتغلت والله، انا قاعد يعني انا كنت شغال في صيدليه كوميونتي فارماسي زي ما قلت لكم، وقاعد بتكلم مع بابايا، فبيقول لي والله العظيم انا اشتغلت كده. فبيقول لي يا عم ما تشوف لك شركه ادويه من الشركات الاجنبي دي تشتغل فيها. قلت له بابا هو حد، يعني هي كانت جت شركات اتحدثت عليا وانا قلت لها لا ما فيش، يعني ما اديني بقدم وما فيش. ووقتها كنت فعلا قدمت في 34 شركه. تمام. فقال لي انا ما اعرفش يا رب، كان في حد انا مش هقول الاسم طبعا، كان شغال في شركه ادويه كده، يمكن عم حسني اللي ساكن في الشارع اللي ورانا يعرفه اكتر، لما هننزل نصلي هعدي عليه واكلمه لك. هي جت كده. فوصلت للراجل ده دخلني في الانترفيوهات، انا لا اعرفه ولا هو يعرفني، ولا شفته ولا هو شافني، ولا يعرف بابايا ولا اي حاجه. ده واحد من واحد من واحد جت كده. رحت دخلت عملت اول انترفيو عديته، دخلت الثاني الحمد لله عديته. امتحان الانجليش دخلت. الشركات المالتي ناشونال بيعملوا امتحان سايكومتري، وبيعملوا امتحان اي كيو، وبيعملوا امتحان انجليش. وفي شركات بتعمل امتحان فرنساوي مش عارف ليه، بس في شركات بتعمله. عديت الانجليش، عديت السايكومتري، عديت الاي كيو، عديت الاول الانترفيو الاول الثاني الثالث، والحمد لله لقيت نفسي ان انا خلاص كنت مع 20 واحد الحمد لله كنا اكسبتد، وخلاص دخلنا. هي جت كده. تمام. فاسعى وهتلاقي هي بتجيلك. ده كان سعي وكوميونيكيشنز. خلاص. نخش على النقطه اللي وراها بقى. اهم حاجه اللي احنا بنتكلم فيها المرتبات. ماشي. طيب نبدا باللوكال. اللوكال حاليا في الماركت بيبدا من 4.5 لحد 8. بالنسبه لنا احنا كصيادله مفيش، ما اعتقدش ان في حد بيبدا اقل من 6000. 4.5 ده ممكن بيبقى حد مثلا من زمايلنا بتوع علوم بيبداوا ب 4.5 او 5 او بيطري. دايما بيبقى السالري في الرينج بتاعهم اقل شويه من الصيدله. تمام. شركات الانترناشونال في 10 وفي 11 وفي 12. يعني انا الحمد لله يعني ناس من الناس اللي كانت يعني وثقت فيا ان احنا نعدل مع بعض سيفيهات، وكانوا على بعض على اتصال معايا والحاجات دي كلها.
اعرف ناس شغاله في شركات انترناشونال بياخدوا 12 يعني كان بياخد 8 والحمد لله راح شركه ثانيه خد 12. ففي ارقام. شركات المالتي ناشونال حاليا اعلى رقم انا سمعته، وكانت الرقم دوت في شركه اسمها جنزايم. شركه جنزايم دي تبع سانوفي، عندها 3 ادويه بس دواء فيهم بتاع ام اس، دي بتدي 18 وبتسلم عربيه نيسان سنتر، دي واحده من التوب يعني. طبعا شركه روش بتدي 14، وكانت قبل الفوره بتاعت اسعار العربيات الكبيره دي كانت بتسلم عربيه اوكتافيا او اوبل استرا قبل الاسعار ما تنط النطه دي. حاليا دلوقتي مش عارف بتدي ايه العربيات. تمام. السلايد دي بقى دي اللي عايزين نركز فيها قوي. تمام. احنا دلوقتي هننزل في سوق العمل. حلو كده. عندنا كل سنه بيتخرج اكتر من 20,000 زميل لينا من كليات علوم، واكتر من 15,000 صيدلي زينا. الجوب اوبننجز اللي بتفتح كل سنه تقريبا في حدود من 1000 ل 1300. تمام. في مصر بتتفتح كل سنه، ركزوا، كل سنه 70 شركه دواء جديده. ماشي. احنا في حاجه عندنا اسمها الاي ام اس. الاي ام اس دي كانت هو الاسم ده قديم شويه. الاي ام اس دي كانت شركه اتغير اسمها من اي ام اس بقى شركه اسمها اي كيو فيا. تمام. دي شركه هي مش الشركه الوحيده بس هي اكبر شركه بتهتم بالداتا بتاعت شركات الادويه ومبيعات الدواء ومبيعات سوق الدواء والاناليسيز بتاع التحليل بتاع الادويه اللي موجوده. تمام. هي اللي بتدينا الداتا دي كلها، يعني الداتا دي كلها من شركه اي ام اس. الادويه اللي موجوده في الشركات الادويه اللي موجوده في الاي ام اس، اللي يمكن السلايد دي كانت يعني مش ابديتد قوي، هم 320 بس قول تقريبا دلوقتي يمكن وصلوا 400 شركه ولا حاجه، والله اكتر كمان. فاحنا زي ما بنقول ان عندنا كومبيتيشن، في منافسه كبيره في السوق، لا احنا عندنا في اوبورتيونيتيز بتفتح. مش عايزك تبص على ال 15,000 زميل ليك اللي بيتخرجوا، لا بص على ال 1000 اوبورتيونيتي اللي بتفتح موجوده كل سنه. تمام. مش هتلاقي صيدلي نهائي عايز يشتغل ميديكال ريب وما لقاش شغل. خلاص، قولا واحدا كده. ماشي. الصعوبات كلها بتبقى مع ناس اصحابنا وزمايلنا بتوع كليات علوم وبيطري، دولت اللي بيلاقوا صعوبه شويه، لان بالنسبه لشركات الادويه البرسيفد ايمج بتاعه الصيدلي اعلى من البرسيفد ايمج بتاعه العلوم والبيطري. ولو ان انا يعني ما اعرفش الكلام ده يعني كلام صح ولا لا، لان في ناس بتوصل لبوزيشنز كتيره جدا وهي ملهاش خلفيه علميه اصلا. تمام. بس دي نقطه كويسه، يعني حاجه في صالحنا، يعني احنا ما نكرههاش. احنا الاوبورتيونيتي بتاعتنا دايما بتبقى احسن من زمايلنا بتوع علوم. تمام. ودايما احسن من زمايلنا بتوع بيطري، ودايما احسن من زمايلنا بتوع اسنان، لان في زمايلنا من اسنان قليلين مش كتير بس موجودين بيدوروا في الميديكال ريبس. في دكاتره بيدخلوا شركات الادويه عشان يبقوا ميديكال ادفايزرز. شركه نوفو على سبيل المثال لو تابعتوا الموقع بتاعها دايما بتفتح كل سنه بتدور على ميديكال ادفايزر وما بتشغلش الا طب بشري. تمام. انا كده اعتبر خلصت. في دي البيج بتاعتي على اليوتيوب. انا مش يعني بعمل بعض الفيديوهات اللي بحاول اساعد فيها زمايلي اللي عايزين يبقوا ميديكال ريبس، او هم اوريدي ميديكال ريبس وعندهم عايزين يروح شركه ثانيه عندهم بعض الاسئله. بحاول اقدم حاجه كويسه. الحمد لله يعني فضل من ربنا، مش ان انا كويس خالص. يمكن في اخر السنه اللي فاتت كان 1400 سبسكرايبر موجود، حاليا احنا يمكن 5600 زميل وزميله. بحاول ان انا ارد على الناس كلها، لو حد كان بعت لي قبل كده وانا ما ردتش يعني يسامحني ويبعت لي تاني، لان هي بتبقى حاجات يعني كتيره شويه فتلاقي الايميل هنك شويه، عينيا ما جابتش ايميل مثلا وانا بفر في الموبايل، فبتبقى حاجات كده. اتواصلوا معايا زي ما انتم عايزين. لو اقدر اساعد يعني هكون مبسوط جدا، وكل اللي انا محتاجه بس يعني
لو بتستفيدوا تدعوا لي دعوه كويسه. انا كده خلصت يا دكتور عبد الله. لو في اي حد اتمنى طبعا يعني يسال طبعا اي حاجه. الله يخليك يا دكتور، شكرا. في أسئلة في الكومنتس أنا ممكن أقراها لحضرتك. يا الشباب ريت يا اللي حابب يسأل يرفع إيده وأنا هفتح له المايك يسأل. أوكي. خلينا نقرا بس الأسئلة بتاعت زمايلنا اللي في الكومنتس. هي دنيا كاتبة سؤال بتقول إيه الفرق ما بين السيلز ريبريزنتيف والميديكال ريبريزنتيف؟ هما مش الاتنين واحد يا دكتور ولا في فرق؟ لا الاثنين مش واحد. يعني خلينا سؤال بسؤال كده، الاثنين مش واحد. سيلز ريبريزنتيف ده مندوب مبيعات، ميديكال ريبريزنتيف ده المندوب بتاع الادويه، مندوب الشركات. ميديكال ريبريزنتيف الجوب ديسكريبشن بتاع الاثنين مختلف. ميديكال ريبريزنتيف الرئيسي بتاعه، الجوب ديسكريبشن الرئيسي بتاعه ان هو يديليفر الميديكال مسج للكاستمر، المين كاستمر بتاعه اللي هو الدكتور، ويفولو اب عليه. دي المين جوب ديسكريبشن. السيلز ريبريزنتيف لا، عنده حاجه ثانيه خالص، اللي هو يتابع المبيعات بتاعه الصيدليه، وممكن يكون عنده تحصيل، وممكن يكون عنده شيل بضاعه. مندوب مبيعات ملهاش علاقه خالص بالميديكال ريبريزنتيف. تمام يا دكتور. في واحد بيسأل بيقول ايه اللاينز اللي انا اقدر احقق فيها في البدايه؟ يعني هو بيسأل انا لو هشتغل ميديكال ريب اختار اللاين انه اللي هو اللاين بتاع الفارما ولا اللاين بتاع الكوزمو؟ مين اللي هيبقى بالنسبه لي احسن لو انا يعني قدام الاختيارات دي؟ والله بص، الكوزمو الفرص فيه كويسه جدا، بس حسب برضو انت هتروح انهي شركه، وحسب هتشتغل على ايه. لانك انت ممكن مثلا انت قدامك الفارما اللي قدامك هتشتغل مثلا على فيريتين وكالسيوم ومالتي فيتامين، والحاجات دي احنا زي ما احنا شايفين في الماركت اتهرست. يعني بص خلاص، حديد وفيريتين ويونيك فورمولا لحد ما خلاص اتهرينا منها. تمام. طبعا اللي قاعدين بيشتغلوا في صيدليات شافوا الحاجات دي كتير قوي. وممكن الناحيه الثانيه انت ممكن تكون شغال على حاجه كوزمو، شغال مثلا على شركه حاجه زي لاروش بوسي مثلا، هتشتغل على بوتوكس وفيلر. فلا دي حاجه ثانيه خالص. حسب برضه هتشتغل على ايه، يعني هي مش باللاين، حسب هتشتغل على ايه. فارما مثلا لو رحت وهتشتغل مثلا على مضاد حيوي انتي بيوتيك، حاجه زي الاوجمنتين مثلا، ولا كومبيتيتور زي الاوجمنتين، ولا اي حاجه، فانت يعني ربنا معاك، شوفك صعب. على حسب البرودكت يعني. حسب البرودكت وحسب الشركه بالك. تمام. محمود بيسأل بيقول دلوقتي بمناسبة فرص العمل، دلوقتي دفعة فورم دي هتتخرج بعد سنة 6، فيبقى في GPA سنة كاملة ما فيهاش خريجين، هل ده هيزود الفرص؟ هو بيقول في السنة السادسة بتاعتنا احنا كفارم دي مش هيبقى في خريجين صيدلة، يعني ده هيزود الفرص لينا كفارم دي؟ بص يعني ان شاء الله الكلمه اللي انا قلتها لكم دي تكون صح مليون في الميه. اتحدى ان اي صيدلي عايز يشتغل ميديكال ريب ما يلاقيش شغل. حلو. بعد كده بقى انت هتشتغل فين، دي اللي فيها اخذ ورد، وهنشتغل بكام، وهنشتغل ايه، وجوه الشركه دي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض. بس انك ما تلاقيش شغل دي استحاله. لو انت صيدلي استحاله. انت مطلوب، يعني فاهم، انت الشركات عايزاك. تمام. بس ده هيدينا يعني هيودينا للسؤال بتاع الدكتور ده. بيقول حضرتك بتقول ان بيطري وعلوم رواتبهم اقل، طب مش ده ممكن يشجع الشركة ان هي تهاير العلوم وبيطري والناس التانية اللي هي نون فارماسي عشان الرواتب القليلة؟ ولا حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ بص الشركه الاول بتهتم بكذا حاجه. اول حاجه طبعا بتهتم بالسيلز. ثالث حاجه بتهتم بالايمج، وبتهتم بالشير اوف فويس بتاعها. اي شركه سواء جديده او قديمه او ويل استابليشد، واخد بالك، بيهتموا بالحاجات دي كلها. اديك مثال. انا وانا شغال في جلاكسون كنت شغال على ادويه النيورولوجي. تمام. كان شركه لون بيك هم اكبر كومبيتيتور لينا، لان هم كانوا شغالين على السيبراليكس وانا كنت شغال على سيروكسات. تمام. الناس في لون بيك ما شاء الله المندوبين بتوع لون بيك كانوا مرسومين، فاهم، البدله ايه، الجزمه ايه، عيال بسم الله ما شاء الله، عيال كانت بتلمع فعلا، حرفيا العيال دي كانت بتلمع. حلو. فكل شركه
بتدور على ايمج ليها. تمام. انا لما اكون جايب عندي لو انا بهاير حد، لو انا جايب حد وشركتي عندي كلها صيادله، فدي ايمج كبيره قوي ليا، لان الكاستمر اللي انت هتدخل له عارف انك صيدلي وهيقول لك يا دكتور عبد الله، واخد بالك؟ غير مثلا زميل لينا من علوم مش هيعرف يقول له يا دكتور، ولا هيعرف يتكلم معاه بنفس اللانجوج، هو عارف انك حد قريب منه. فانا بجيب حد ايمج كويسه ليا، وفي نفس الوقت قريب من الكاستمر بتاعي، اقرب من التاني. طبعا زمايلنا بتوع علوم بيشتغلوا تمام وبيلاقوا فرص شغل، بس مش زي الصيدله. جميل جدا. طيب يا دكتور، في حد بيسأل بيقول الميديكال ريب والبنات، يعني البنات دلوقتي هل هينفع تشتغل ميديكال ريب ولا لا، او ايه التحديات اللي ممكن تقابلها يعني؟ طيب السؤال ده سؤال حلو جدا. هجاوبكم بامانه والله. انا يعني كانت قدوتي في الشغلانه دي كانت زميله ليا في جلاسه، وكان اسمها دكتوره مروه جاد. دي كانت يعني يعني زي ما بيقول الكتاب، خد بالك، تعرف ازاي تتكلم مع اللي قدامها بالاسلوب بتاعه، تعرف توقف اي حد عند حده بالادب وعلى الشعره. يعني عندها سوشيال سكيلز وسوشيال كوميونتي سكيلز رهيبه جدا. فهل البنات ينفع تشتغل؟ طبعا البنات ينفع، ده كتير جدا البنات بتبقى شغالات. شركه نوفارتس مثلا لما بيجي ميل وبيجي فيميل، هي بتميل اكتر ناحيه الفيميل، لانها عارفه ان السوشيال اكسبتنس بتاع الدكاتره للفيميلز اكتر. دكتور مثلا عنده 12 مندوب قاعدين مستنيين في عياده، الحاجات دي انتوا هتشوفوها يا جماعه. هتلاقوا مثلا دكتور قلب معروف اللي هينزل مثلا مصر الجديده، اللي هينزل مثلا التجمع، هيلاقي دكتور قلب مثلا قاعد مستنيه 10 و12 ميديكال ريب. لو فيهم واحده ولا اثنين ميديكال ريبس، دولت اللي هيدخلوا الاول، واللي هيعرفوا يوصلوا المسج بتاعتهم قبل زمايلهم، واللي الدكتور هيفتكرهم احسن من الميلز. تمام. فهل تنفع تشتغل؟ ينفع تشتغل. التحديات اللي بتواجهها بقى، طبعا تحديات بتبقى تحديات كلها تحديات سوشيال، يعني تحديات مجتمعيه. يعني اول حاجه انك ممكن مثلا مديرك بينزل معاكي طول اليوم AM وبي ام، فطول اليوم الصبح وبالليل انت مع الشخص ده. قد يكون سخيف، قد يكون محترم، قد يكون مؤدب، قد يكون حاجه تانية. مديرك وانت معاه طول اليوم، واخد بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه، انت ممكن في بعض الاوقات تتاخري بالليل، ترجعي الساعه 10، ترجعي الساعه 11. انا كان في دكتور عندي كنت كان في حدائق القبه، كنت بزور الساعه 3 الفجر والله. يعني كنت الدنيا كانت بتبقى قاعد سقعان في العربيه ومستنيه يوصل، عشان كان بيشتغل عمليات طول اليوم. فده دكتور لازم هتقابليه او تتاخري شويه بالليل. تمام. اهلك في البيت ممكن ما يكونوش مبسوطين بالفكره انك بتتاخري بالليل، ان التليفونات على طول اليوم، بتكلمي دكاتره هنا، دكتور بيتصل عليك عايز حاجه، بيتصل عليك بعد ميعاد الشغل. الحاجات دي كلها طبعا بتبقى حاجات مجتمعيه، مش حاجات في الشغل نفسه. لو في الشغل على المرتب والانسنتيف وهتقبضي والكلام ده كله، طبعا يعني ما انت فرصتك احسن من اي حد. ممكن تكون هي بالنسبة لها ستيب أكتر يعني، أو ما تبقاش هي الحاجة الأساسية بتاعتها. يعني انها تشتغل فتره مثلا ميديكال ريب وبعد كده تروح لحاجه ثانيه. ممكن، ليه لا؟ انا بقول لك طول ما احنا بنشتغل يا عبد الله بيطلع لنا فرص. بالظبط. الفرصه انت هتبقى، خليك مفتح كده في الاريا. انا بقول لك هو واحد كان اريا مانجر، هو راجل بسم الله ما شاء الله عنده شركه دلوقتي متخصصه بس في تجهيز عيادات، ويجيب لهم الاجهزه ويجيب لهم ما اعرفش ايه. هو شغال كده برضه في الميديكال فيلد، يعني هو ما بقاش سمسار، فاهم؟ هو ميديكال فيلد برضه. بس من زاويه ثانيه. تمام. بس راح حاجه ثانيه، جات له فرصه في حاجه ثانيه وراح. تمام. طيب روان بتسأل بتقول يا دكتور، لو انا فريش لسه وعايز اكتب السي في بتاعي عشان اقدم في شركه، ايه اهم النصائح اللي حضرتك تنصحها للناس بخصوص السي في؟ اول حاجه لازم يعني
لازم تحط صوره. الموقع الاجنبي اللي بنقعد ندور عليه هيقول لك لا انت مش شرط تحط صوره الا اذا لو الهايرنج مانجر طلب. لا، في مصر ولازم تحط صوره. دي اول حاجه. تاني حاجه تستخدم اللانجوج او اللغه بتاعت الشركات اللي هي الكوربريت لانجوج. يعني انت راجل دلوقتي رايح تشتغل سيلز، تكتب مثلا انك اتدربت في صيدليه وبتسكت، دي الاكسبيرينس اللي عندك. لا، لما تكتب انك اتدربت في صيدليه ما تقفش في الحته دي، انت كمل بعدها وقول اشتغلت في صيدليه الشيفت بتاعها كان 3000 اول ما مسكت ووصلته ل 4500 على سبيل المثال. achievement. لازم تكتب الاتشيفمنتس انت حققتها في البوزيشن ده او في المكان ده. وضح للشركه انك فاهم يعني ايه سيلز، انك فاهم يعني ايه جروس، انك فاهم يعني ايه ماركتنج. حسسهم م. انك عارف يعني ايه جروس، حسسهم انك عارف يعني ايه المبيعات. راجل سيلز اورينتد. يعني انا مش واقف في الصيدليه وبجيب الدواء للعيان وبقول له لا ما تاخدش ده عشان ده كونتر انديكيتد مع الحمل. لا، هي دي حاجه حلوه اي نعم ومحتاجها، بس مش اكتر حاجه. انا محتاج ان عارف يعني ايه المبيعات بتاعتك، محتاج اعرف انك زودت السيلز تارجت بتاع الصيدليه قد ايه، محتاج اعرف انك عملت ايه، الحاجات دي كلها. ده على سبيل المثال، دي حاجه لازم تحطها في السي في. يعني انت مثلا لو دلوقتي خلاص انت مثلا خلصت الكليه وهتشتغل اهو، ما ينفعش انك ما خدتش كورسات خالص. ليه؟ يعني ابدا خد كورسات يا عم، الكورسات مترميه اونلاين في كل حته وببلاش. فاهم؟ لا، حط كورسات وتكون كورسات كويسه انك استفدت منها. خش مثلا على جوجل جراج، حاطين كورسات ماركتنج كويسه جدا. حط في دكتور اسمه ايهاب، انا عايز افتكر اسمه ايهاب ايه، مشهور قوي على اليوتيوب. دكتور ايهاب، انا الاسم مش في بالي. الراجل ده بيدي يعني فيديوهات رهيبه جدا عن كاستمر سيرفيس. اسمع الفيديوهات بتاعته. الراجل بيعمل حاجه كده زي كورس مثلا بتاع برايسنج او تسعير، عامله مجانا. بيجي كل فتره بيقول لك الكورس ده انا هنزله ببلاش. يا راجل كورس ببلاش خده. يعني كورس تسعير، اعرف يعني ايه برايسنج، اعرف الشركه بتسعر الدواء ده على اساس ايه. فاهمني؟ فانت م. لازم تحط كورسات، لازم تحط صوره، لازم تستخدم اللانجوج بتاعت الشركات. واهم حاجه ما تقولش I am a medical rep, I am a pharmacist, اي كذا اي كذا. لا، حته الاي والكلام ده كله الضماير ما بنستخدمهاش. م. تمام؟ واحنا بنحط السي بس في نستخدم الفيربس اللي هي بنستخدم الفيرب. بتبقى انديكيشن للسكيلز بتاعتنا، بالظبط. اللي احنا عايزين نوصلها بالظبط. يا دكتور تمام. طيب بس يا دكتور. وفي موقع كويس جدا اسمه نوفو ريزمي، ده اللي انا بعمل عليه السي في. يعني لو حد بعت لي، وده اللي انا بحاول اساعد بيه. نوفو ريزمي ده رهيب جدا، بيعمل لك السي في بتاعك بيبقى مودرن وبيبقى نظيف كده وشكله حلو. وبتقدر تعدي من السيستم بتاع الاي تي اس لما بتشتغل على نوفو ريزمي ده. طبعا في جزء بايد مالكش دعوه بيه، وفي جزء ببلاش اشتغل عليه. ما تشتغلش اللي هو السي في الوورد اللي بتقعد تعمله على المايكروسوفت وورد ده خلاص ما حدش بقى يعمله. يعني ما م. تعملوش لو سمحت. م. بس تمام جدا يا دكتور. طيب ماريا تقريبا بتسأل، بتقول ازاي نستغل الأجازة في سنين الدراسة عشان نجهز للميديكال ريب. وأوريدي حضرتك قلت حاجات، يعني قلت مثلا إن احنا ننزل صيدليات، كورسات وتدريبات، وإن احنا لما نقابل الميديكال ريبس إن احنا نتعرف عليهم ونزود الكونكشنز بتاعتهم. هل في حاجات تانية برضو سبيسيفيك أكتر ممكن حضرتك تضيفها على الكلام ده بالنسبة للفترة اللي هي بعد الدراسة أو في الأجازات الصيفية، وإن احنا نشتغل في الشركة وكده؟ اول حاجه احنا في الاجازه دايما ما بنبقاش قاعدين في البيت. خلاص، يعني بنريح، بنفصل شويه، نشتغل صيدليه، ندور على تدريب، نعمل كوميونيكيشن ونعمل سكيلز. يعني خدوا وقتكم يا جماعه في موضوع اللينكد ان ده، لان اللينكد ان على فكره انك تعمل عليه بروفيشنال بروفايل بياخد وقت طويل قوي ومش سهل. فانتوا خدوا وقتكم فيه انكم تعملوا بروفيشنال بروفايل على اللينكد ان. اعرفوا العناوين بتاعه الشركات مش المصانع. لان انا بدور يعني على ايام انا لما كنت بقعد ادور عايز اروح لشركه نوفارتس مثلا، كنت دايما بلاقي نفسي مسحول في المصنع بتاع نوفارتس اللي في الاميريه. تمام. بكتب على شركه راميدا مثلا، كنت بروح المصنع بتاعها اللي في اكتوبر. حاجات ما بتشغل يعني، مش ده اللي انا بدور عليه اصلا.
اعرفوا المكاتب العلميه بتاعت الشركات فين لو هتروح تقدموا فيها السيفيهات. تمام، دي الحاجات اللي تركزوا عليها. اللوجيستكس نفسها، ما تقعدوش في البيت بس، يعني تفسحوا كل حاجه، بس خلوا في جزء كده اللي هو ايه، بنشتغل، بنتعلم حاجه جديده، بننزل صيدليه، بنتدرب، بنشوف تدريب في صيدليه ثانيه، بناخد دكتور كورس كويس. اتفضل يا عبد الله. دكتور حضرتك كنت بتقول حاجة لأن أنت سكت فالنت قطع لا عندي. لا لو اتفضل حضرتك اتفضل. عايز تقول حاجة وتكمل. لا اتفضل، انا خلصت. تمام. محمود بيسأل هل التقدير بيفرق في التقديم يا دكتور؟ لو واحد واخد كورسات ولغات وكويس في مهارات التواصل وكل حاجة، بس مشكلة التقدير هتفرق معاه؟ يعني لو واحد بيرفكت. ولا انسى موضوع التقدير ده خالص في شغلانه الميديكال ريب خالص، ما بيبصوش عليها نهائي. بس دي التقدير يعني في الانترفيو ده اللي هي يعني ايه، ينكشك شويه في الانترفيو. انت مثلا قاعد مع انترفيور وكاتب مثلا في التقدير بتاعك مقبول ل5 سنين مثلا، هو يقول لك مقبول في الانترفيو على فكره، مش في الشغل، مش في انك تبقى اكسبتد ولا لا. هو بيضايقك بيه، لان خد بالك اي انترفيو، هو اللي قاعد بيعمل لك انترفيو بينكشك دايما كده، فاهم، عايز يشوف ردود فعلك. ايه ده مقبول؟ ايه يا عم ده انت كنت فاشل يعني، قاعد 5 سنين مقبول؟ فاهم؟ الموضوع ملوش علاقه بانك تقبل ولا لا، هو بيشوف رد فعلك على الكلام ده ايه. انت لما يقول لك 5 سنين مقبول، قول له يا دكتور الحاجات دي كانت كلها ساينتفك، انا خدت الجزء اللي ينجحني، بس كنت مركز اكتر ان انا ابقى شغال على الارض. نزلت الصيدليه، عرفت المبيعات بتاع الصيدليه، عرفت ارقام المخازن، عرفت شركات التوزيع، جبت ارقام المندوبين بتوعهم وكلهم اصحابي وحبايبي. انت كده اتعينت يا معلم. تدخل تقول الكلمتين دولت بس، فانت اتعينت. واخد بالك؟ تعرف ترد عليه ازاي. بس في موضوع التقدير ما تركزش فيه قوي يعني. تمام. تمام يا دكتور. طب زياد بيسأل بيشوف شرط يبقى معايا رخصة وبصرف على مواصلاتي جزء كبير؟ يعني الشركة يا دكتور هتظبط لي ازاي موضوع ان انا موضوع العربية ده؟ يعني لو واحد انا مش معايا عربية مثلا، هل كل الشركات بتوفر عربيات؟ هل معنى ان انا مش معايا عربية ان انا مش هشتغل ميديكال؟ وموضوع برضو ان انا لو مع موضوع الرخصة برضو، تمام، لو انا يعني مش معايا رخصة، آه، هل ده برضو هيبقى عائق ليا في اي شركة ميديكال ريب؟ بص حضرتك. ده سؤالين. اول سؤال، مش معاك رخصه يا عم، روح طلع رخصه يا عم. الموضوع مش صعب يا عم، مم. الموضوع بسيط، طلع رخصه يا عم. مش يعني ما تبقاش ضايق قوي، تطلع رخصه يا عم، الموضوع بسيط يعني، مش صعب. واخد بالك؟ بس هل هيفرق ولا مم. لا؟ ما مش عارف، ما جاش قدامي حد مثلا كان بيعمل انترفيو وقال له انت اترفضت عشان معكش رخصه، ما حصلتش. بس الثانيه، الشركات بتعمل ايه في العربيات؟ في 3 سيستمز في العربيات. اول حاجه في الكومباني كار، دي العربيه بتاعت الشركه. الشركات الكبيره ايبكو، نوفارتس، جالاكسو، عندهم عربيات بتاعتهم. تمام، انت بتطلع تشتغل مم. عليها، بيسلموك عربيه. رينو لوجان بقى، نيسان صاني، كانوا بيدوا بريليانس اللي هي الاف اس في الصغيره دي، عربيات بتاعتهم، وانت بتطلع تشتغل عليها. تمام، ممكن ينزل لك، مش عايز العربيات بتاعتهم بينزل لك بدل مواصلات لو عايز. غير مم. كده ممكن يديك فلوس لانك تدفع قسط عربيه. تمام، في شركات ثالثه مم. خالص بتديك شيك مقدم للعربيه. يعني بتديك شيك مثلا ب 100,000، روح ادفع ال 100,000 دي مقدم عربيه، والاقساط احنا بننزلها لك كل اول شهر. بس لما تيجي تمشي بقى من الشركه، يا اما بترجع العربيه، في شركات بتقول لك رجع لي العربيه، وفي شركات بتقول لك لا يا حبيبي كمل لي الاقساط. العربيه انت جبتها مم. وخلاص، انت كده مالكش مرتب معايا، فروح كمل الاقساط، فانت بتضطر تروح تبيع العربيه تاني. خد بالك؟ في مم. شركات اللي يعني الشركات الصغيره حاليا مع ارتفاع اسعار العربيات اللي موجوده دلوقتي، لا بتديك بدل مواصلات بس، وانت بتتعامل بقى. مم. بدل المواصلات بيبقى وانت كبير مبسوط. على فكره، يعني مش بيديك 200 و300 جنيه، لا ممكن يديك 2000، ممكن يديك 2000 ونص، بيبقى رقم يعني. بيكفر يعني التكاليف.
المفروض ان هو بيكفر، مع ان هو 2500 دلوقتي ما تعرفش تدفع بيهم قسط عربيه للاسف يعني، بس كمواصلات تتعامل بيهم يعني تمشي حالك. تمام جدا يا دكتور. طب يا شباب، حد عنده اي اسئله تانية ممكن يكتبها في الكومنتس لو وقت الدكتور يسمح، لان احنا اخرنا كده تقريبا 20 دقيقه عن الميعاد. فاللي حابب يسال ممكن يرفع ايده او يكتب في الكومنتس وانا هقرا السؤال. بس في اسئله في الكومنتس احنا جاوبنا عليها، فانا هستأذن كل عنده سؤال ما جاوبناش عليه يكتبه. انا هستاذنكم بس في حاجه يا جماعه، لو الفيدباك بتاع يعني السيشن البسيطه اللي احنا قعدناها مع بعض دي ابعتوها لعبد الله، وعبد الله يبعتها لي سواء حلوه او وحشه، يعني انا بحب ابقى عندي دايما فيدباك. واي اسئله على اليوتيوب ابعتوا لي، على الفيسبوك ابعتوا لي، انا ما يعني ربنا يسهل ان شاء الله واعرف ارد على الناس كلها. انتوا كلكم زمايلي واخواتي الصغيرين. الله يخليك يا دكتور. طب انا يا دكتور عندي سؤال. طبعا اكيد الفيدباك هنبعته لحضرتك والسيشن يعني فوق الرائعه، يعني انا احسن سيشن ميديكال ريب حضرتها لحد الان. بالنسبه للسؤال اللي عندي كان في بالي اللي هو موضوع الحرق بتاع الادويه ده والبونص بتاع الصيدلي والكلام ده، لو حضرتك تدينا عليه ايه هو الحاجات الليجال. هو فصل يا عبد الله، معلش في اقرب وقت او كده. معلش ممكن تقول السؤال تاني يا عبد الله؟ طيب، زي حرق الادويه والبونص والخصومات اللي على الادويه اللي بتتقدم للصيدلي وكده، ايه الحاجات اللي هي صح وايه الحاجات الغلط؟ ايه الحاجات اللي هي الصح اللي هي اصلا بتبقى تولز الشركه مديها لي عشان انا ابيع البرودكت بتاعي واعمل يعني كونكشن كويس بيني وبين الدكتور، وايه الحاجات اللي لا، دي حاجه غلط وحاجه مش كويسه وبتسوء سمعتي انا كميديكال ريب، وايه هو حرق الادويه والكلام ده يا دكتور، لو حضرتك تدينا هنت بسيط عليه. طيب سريعا، موضوع الحرق ده طبعا مش سيء، هو أسوأ حاجة ممكن تتعمل. هي طبعا بتتعمل بشكل مبالغ فيه في الأدوية اللي هي بتبقى ويل استابليش، يعني الأدوية القديمة أو الأدوية المعروفة قوي، وبيلجأ ليها المندوبين وبعض المديرين لما التارجت يكون كبير قوي عليهم وخلاص مش عارفين يحققوه وهيضيع منهم العمولة أو الانسنتيف. تمام، إن هم يدفعوا من فلوسهم عشان يزودوا او يقللوا فرق البونص اللي الشركه بتديه. على سبيل المثال، في ادويه بتنزل الصيدليات من شركه التوزيع 10%. 10% دي ولا حاجه بالنسبه للصيدلي. يقول لك ده وانا اجيبه ب 10% ليه؟ طب ما انا اروح اجيبه مخزن ب 15 وب 20% او ب 30 و40%. ده محروق. في مندوبين جمعوا مع بعض فلوس واتفقوا مع المخزن ان احنا هندفع لك 20,000 في مقابل انك تاخد مننا 100,000 بوكس، وال 20,000 دولت مكسب ليك اهو من البدايه. فبتقلل الفرق بين قصدي بتزود الفرق بين البونص اللي الشركه بتديه اللي هو الليجل واللي موجود في السوق. فالشركه تكون بتشتغل على استراتيجي وعلى حاجه موجوده، هي فاكره ان هي ده الصح يعني، وانت على الارض بتعمل حاجه ثانيه خالص. تمام. فالحرق الليجل ولا الليجل؟ لا طبعا هو الليجل. خد بالك الليجل الحاجه الوحيده اللي الشركه تقول لك اعملها، التولز اللي الشركه بتديها لك. موضوع الحرق بيبوظ الماركت، بيبوظ شكلك انت كميديكال ريب لو طلع عليك سمعه انك حريق يعني. تمام. تعاملك مع المخازن لازم يكون محدود قوي طالما الشركه مش فاتحه لك التول دي. في شركات بتقول للناس اوعى تروح مخزن، شغل المخازن ده شغل المديرين او المندوبين البيع. تمام. ده سريعا. انا كنت نزلت فيديو صغير كده على موضوع الحرق دوت على اليوتيوب، بصوا عليه كان في تفصيله اكتر شويه. تمام جدا يا دكتور. أنا بشكر حضرتك أوي 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 على السيشن الجميلة ديت والمعلومات الكتير. بشكر حضرتك على الوقت بتاعك. إن شاء الله الشباب يكونوا وفرصه سعيده وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله.
وافتكروني بدعوه كويسه. الله يخليك يا دكتور. يا شباب يا ريت تتابعوا دكتور احمد ممتاز على قناه اليوتيوب بتاعته. يعني لو حد عايز يعرف اي حاجه عن الميديكال ريب، يعني اي سؤال يجي في باله، هو موجود له اجابه في القناه بتاعت الدكتور. يعني انا حرفيا دخلت كده حوالي يوم كامل اتفرج على الفيديوهات، فيديو ورا فيديو ورا بعض. فخشوا على القناه، اكتبوا دكتور احمد ممتاز على اليوتيوب، هتلاقوا القناه مفيده جدا 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 وفيها محتوى قيم قوي قوي. فيا ريت تخشوا. ولو حد حابب ان هو يكلم دكتور احمد في اي وقت، يكلمه في الكومنتس على القناه. تمام. بكرر شكري تاني لحضرتك يا دكتور، وبشكر كل الناس اللي حضرت النهارده واستفادت. تمام. ان شاء الله هحاول ان انا اوفر الريكورد بتاع السيشن ان شاء الله، لو دكتور احمد ما عندوش مانع. لا لا حضرتك عندك طبعا. دكتور مانع؟ لا 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 ما فيش خالص. مشكله خلاص. هحاول ان انا اوفره في اقرب وقت. تمام. بس طبعا الحضور مهم جدا في السيشنز اللي جايه. لسه هنتكلم عن حاجات بقى كتير. هو دلوقتي دكتور احمد ادانا المدخل كده، في حاجات كتير بقى جايه في الطريق. جايين نتكلم عن الانترنشيب والتدريبات. لو انت اتقابلت في التدريب تستفيد منه ازاي. لو انت لسه ما اتقابلتش في تدريب خالص وعايز تنزل تدريب ميديكال ريب، ازاي توصل له، وهيكلمنا عليه مجموعه من الشباب الناجحين جدا في مصر، واللي قدروا ان هم ياخدوا اكتر من انترنشيب ويوصلوا لحاجات جميله جدا. وبعد كده يبقى عندنا 3 سيشن هنتكلم بقى عن السكيلز الاساسيه في الميديكال ريب، او السكيلز الاساسيه على حد تعبير حد من دكاترتنا. يعني قال لي هي السكيل الاساسيه لاي شخص، مش لاي ميديكال ريب، لا لاي شخص، ان هو يبقى كوميونيكيتور كويس، ان هو يقدر يستخدم النيجوشيشن، ان يبقى عنده سيلينج سكيلز يقدر يعرض بيها افكاره ويقنع الناس بيها. فال3 سيشن ان شاء الله اللي هتبقى الاخيره دي مهم جدا تحضرها، مش عشان ميديكال ريب، لا ده انت عشان اي ورك سيتويشن هتحط فيها ان شاء الله. تمام. بشكركم على حضوركم تاني، بشكر دكتور احمد، ومستنيكم ان شاء الله السيشن اللي جايه بكره ان شاء الله الساعه 8 الساعه 8 ونص بالظبط. شكرا تمام. لكم يا بشكركم. جماعه. شكرا جدا لكم يا شباب، وتصبحوا على خير. مع السلامه.